السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم رامي. تعال نتكلم شوية في الكورة. تعال نتكلم امبارح على ماتش الأهلي وفاركو. بداية بالتشكيل. تشكيل كل الأهلاوية وكل الناس وكل المحللين كانوا متفقين عليه إن هو يبدأ بالتشكيل ده. يبدأ بتشكيل هجومي، تشكيل متزن، في نص ملعب زي ديانج يقدر يلم من ورا اللعيبة، وبرضك معاك زيزو وتريزيجيه، بن شرقي، محمد شريف. معاك لعيبة تقدر تصنع لك الفارق، تقدر تعمل لك اللي انت عاوزه. طبعا شفنا امبارح محمد بن رمضان والدور بتاعه. يعني امبارح محمد بن رمضان بيورينا ان الكرة سهلة قوي. بجد يا جماعة والله بيورينا ان الكرة سهلة في الاستلام والتسلم والتحركات والاوفرات. يعني راجل بجد في نص الملعب مكسب كبير قوي للاهلي. وطبعا شفنا كلنا امبارح ديانج ودور ديانج في نص الملعب، الدور اللي احنا كنا محتاجينه برضك في الماتش الاولاني. دور ديانج انت بتدور على لاعب يلم من ورا اللعيبة، لاعب بيستخلص لك الكورة، لاعب يعمل لك الافتكاك، موجود دايما في السكند بول. فمعاك لعيب انت بتخلي دايما اللعيبه اللي معاه مطمنه ان هو يعرف يلم من وراهم. انت روح هاجم يا صاحبي، روح انت هاجم، وروح انت حاول، وروح هات اجوان، انا في ظهرك ما تشغلش بالك. فهي دي الفكره بتاعت ديانج، ان هي ببساطه انت معاك لعيب بيلم من ورا اللعيبه دي كلها، بيأمن لك خط الدفاع بتاعك، بيأمن لك نص الملعب، بيعمل لك الافتكاك، بيرجع لك الاستحواذ، بيجيب لك الكرة التانية على طول السكند بول. دايما كنت تلاقيه بردك في الهجمات بتاعت الاهلي عند خط ال 18 بيسدد، وعلى الكرة التانية على طول عنده، بيعرف يروح عند الكورة فين، عارف هي فين بيروح يجيبها. فجانج دوره مهم قوي، خصوصا ان انت كل اللعيبه اللي معاك حاليا اغلبيتها ما بتعرفش تدافع. يعني بن شرقي ما بيعرفش يدافع قوي، تريزيجيه ادواره هجوميه، زيزو ادواره هجوميه، معاك لعيبه ادوارها هجوميه اكتر. محمد رمضان انت محتاجه قدام اكتر من ان هو يفتك لك الكوره، محتاجه يطلع يزيد بالكوره، محتاجه يعمل الزياده العدديه زي ما كان بيعمل امبارح وعمل الاسيست. فاللعيبه دي كلها محتاجه لعيب زي ديانج يقوم بدور اللي هو انا الصداده، انا في ظهركم، انا اللعيب اللي ورا، انا اللي الكرة معايا دايما. فدي ميزه ديانج. وامبارح بدك ياسين مرعي بسم الله ما شاء الله بدك ثبات على المستوى، لعيب مكسب للاهلي، تحس ان هو في شخصيه الاهلي، لعيب صغير بيعرف يطلع بالكوره، لعيب بيعرف يلعب بدماغه في الهجمات، في الضربات الثابته. عندك لعيب مكسب زي ياسين مرعي في الثبات على المستوى. ونيجي بقى للدور الاهم طبعا لزيزو. زيزو يا جماعه بجد يعني مش ثبات في المستوى بقى، زيزو بيعلى، زيزو مستواه بيعلى. زيزو عامل 2 اسيست اول ماتش، امبارح جاب هدفين، بسم الله ما شاء الله، ثبات على المستوى وعلو في المستوى وادوار تكتيكيه جديده على زيزو ما كناش بنشوفها في الزمالك قبل كده. لما كان بيلعب مع الزمالك كان هو لعيب خط، كلنا عارفين ان هو كان لعيب خط بيكسر لجوه. اما مع الاهلي انت بتلاقيه على الخط، وبتلاقيه من جوه الملعب، وبتلاقيه بيلعب بدماغه وبيلعب برجله وبيعمل اسيستات وبيجيب اجوان، موجود في كل حته. فزيزو برضك كان ناس كتير قوي مشككه في ان زيزو لما يروح الاهلي مش هيلاقي نفسه وسط اللعيبه الكتير اللي الاهلي جايبها، الاهلي مش محتاجه. زيزو زيزو، لا زيزو بيثبت كل ماتش ان هو لعيب محترف، لعيب بيشتغل على نفسه، لعيب واثق من نفسه وسدد ودنه، ما بيسمعش للجمهور، ملوش دعوة بالشتايم بالحاجات اللي بتحصل، الناس اللي بتقول عليه كويس، الناس بتقول عليه وحش، الناس اللي بتشكك فيه. هو واثق من نفسه، هو مكمل وبيشتغل على نفسه، وأدواره بنشوفها في الملعب، وبيثبت للناس كلها في الملعب إن هو أحسن لعيب. امبارح خد جائزة رجل المباراة ويستحقها. هو وبن رمضان امبارح عملوا ماتش بصراحة جامد، بجد عملوا ماتش جامد. وجينا بقى نتكلم شوية بقى على ايه، على شوبير وهاني. هاني، هو هاني مش وحش يا جماعة، بس هو هاني ساعات بتحس ان هو تايه، ساعات بتحس ان هو بعيد قوي، ما بفهملوش. ساعات تلاقيه في ماتش مستواه عالي جدا، وفي ماتش تاني تلاقيه ناس الكورة، ناس الاستلام والتسلم، ناس الاوفرات، ناس اللي هو اصلا يعني لعيب موجود في الملعب عشان يعمل اوفرات. فليه حاجات كده غريبة شوية. غلطة امبارح
انا ما بشوفهاش غلطه كبيره بالنسبه لهاني. هو هاني لعبها بدماغه بيرجعها، شوبير لحقها ما لحقهاش، هي طلع ركنيه. فاللعيب هو مش عاوز يعني يعمل غلطه جوه ال 18، فالراجل لعبها بان هي كان بيها شوبير لحقها يبقى تمام، احنا الكره معانا. ما لحقهاش تبقى ضربه ركنيه. اما الشوبير اللي هو عمله ده انا ما فهمتوش. انت كحارس مرمى وفي زحمه زي دي جوه ال 18 بترجع الكره تاني جوه ال 18؟ لو مش هتمسكها سيبها ركنيه يا عم، يعني اضمن لك يعني الامان. اه انت كسبان ثلاثة، مش كل ده، بس يعني بلاش الثقة الزيادة دي قوي، وان انت تبقى بتجري عليها وبتقاتل عليها عشان تعمل لها اسيست للعيب. يعني انت بتعملها اسيست للعيب المنافس. استغربت قوي الحركة بتاعت شوبير، وان هو بيجازف على الكورة وبيطير على الكورة عشان يجيبها من بره يدخلها لجوه، يعملها اسيست للاعب. يا عم انت في ايه؟ انت فين دماغك؟ سيبها ركنية يا عم. ايه المشكلة؟ ايه مشكلتك معاها؟ شوبير انا حاسس ان هو برضك في اهتزاز في المستوى، لان دماغه بدات تبقى بره الملعب شويه. مين اللي هيلعب، انا ولا الشناوي؟ هروح المنتخب ولا لا؟ إيه، انا عاوز اتالق، انا عاوز ابقى ثابت، انا عاوز انا اللي احط رجلي، انا عاوز انا اساسي. كل الحاجات دي بجد مش هوشرة على شوبير، مش ده مستوى شوبير. شوبير كلنا عارفين ان هو حارس يعني بجد جامد، وحارس شايل الاهلي كتير، وكان معانا في افريقيا وحش. بس هو اليومين دول انا حاسس ان هو في شوشره في دماغه، هو بيفكر كتير بره الملعب، وعشان كده مش في الفورمه. هو شاغل دماغه مين اللي هيثبت في الحراسه، هو ولا الشناوي؟ هنضم للمنتخب؟ الحاجات دي كلها مأثرة عليه. وفي النهاية كان مكسب كبير، مكسب يبين للدنيا كلها ان الاهلي موجود، والاهلي هو ده الفريق بتاع الاهلي، وده سكواد الاهلي اللي يكسب اربعات وثلاثات وخمسات كمان. هو ده سكواد الاهلي اللي يجيب اربعة ويضيع زيهم. هو ده سكواد الاهلي وفرقة الاهلي اللي قادرة تعمل الفارق، وانها تنافس على كل البطولات. اتمنى ان شاء الله استمرار على المستوى، استمرار الروح للعيبة، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية. سلام.